بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى سيدي وحبيبي ومولاي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي الكرام، غدا الأحد الساعة 1 ظهرا سيواجه منتخبنا الوطني للناشئين منتخب لاوس. طيب، ما هو الشيء العجيب؟ الشيء الذي فيه نوع من الطرافة أن مدرب منتخبنا الوطني الداهية محمد البعداني في مواجهة قوية مع مدربة منتخب لاوس. هل سمعتم ما قلت؟ قلت في مواجهة مع مدربة منتخب لاوس، أي أن المدربة مرأة، وهذا يحدث لأول مرة. فهل ينفع؟ من سينتصر؟ هل سينتصر دهاء الداهية محمد البعداني مدرب منتخبنا، أم كيد المرأة مدربة لاوس؟ يا بعداني، أنت الداهية، انتبه تنتصر عليك كيد النساء. هل تعلم يا مدرب محمد البعداني أن منتخب تايلاند لم يفز إلا في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولهذا يظهر أن هذه المدربة مش سهلة. انتبه يا مدربنا محمد البعداني. إذن هذا هو الخبر، أن الداهية البعداني في مواجهة كيد مدربة منتخب لاوس. سنستمتع غدا، لأول مرة نجد مدربة مرأة لمنتخب. أحبتي الكرام، أما في التشكيلة فلا جديد، لا جديد غدا. لا شك أن مدربنا سوف يدخل بنفس التشكيلة، وضح أنور في الحراسة، وفي الظهيرين محمد رائد وهيثم الأصبحي، وقلبي الدفاع أحمد مصطفى وعبد الله العاقل، وفي الارتكاز كالعادة الثنائي الذهبي أنور الطريقي ومحمد خالد، وفي الوسط اللاعب الرائع عادل عباس، وفي الجناحين عصام ردمان والخضر، وفي الهجوم أيهم داغف. ربما غدا إذا استطاع المنتخب أن يفوز في الشوط الأول بأهداف كثيرة، ربما ينزل زيد الجراش بدلا عن أيهم داغف، أو بدلا عن الخضر، أو بدلا عن عصام ردمان، أو قد ربما ينزل محمد فاضل بدلا عن عادل عباس، حتى إراحته للمباراة الأخيرة مع تايلاند وهي الأهم. وربما أحمد مصطفى الدفاع، قد ربما إراحته لأنه لديه كرت أصفر، ونحن لا نريد أن نفقد خدمات هذا الرائع المدافع الرائع أحمد مصطفى. أي لا جديد في التشكيلة. قلوبنا كلنا إن شاء الله غدا مع الأحمر الصغير، ومنتظرون غدا إن شاء الله الفوز، ومعاك يا الأحمر.